ايه يا حبيبتي اللي انت فيه ده؟ ايه اللي انت فيه ده؟ ايه اللي انت فيه ده؟ ايه اللي بتقوليه لي ده؟ اولا يعني امك انا قلت لك النبي وصى على 7 جار، وانك انت تخلي بالك من جيرانك مش تعيشوهم معاكي، والنبي ما قالكيش جوزي جوزك لجارتك. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ما هو انت سمحت لها انها تخش عندك وتدوس في رجليها كده وتخش المطبخ وتخش لك هنا وتخش لك هنا، تعمل كل حاجه وتخش لك بالاسترتش. لا يا حبيبتي، في حاجه اسمها حرمه بيتي عن امك، مفيش الكلام ده، ومفيش بعبعه اللسان مع الست على بيتها، مفيش الكلام ده يا عين امك. في اصول الضيف يجي يقعد في الانتريه، اول ما يخش يقعد بقى يقعد لك بقى يشرب لك حاجه ساقعه، تحطي له حاجه سخنه، تحطي له بتاع دقه قديمه. انا معلش، انا دقه قديمه، بس انا هفضل كده يا عين امك. الاصول ما تزعلش يا عين امك، وطول ما جوزك في البيت محدش يدخل البيت. جارتك عايزه تسال عليكي بعد ما جوزك ينزل، وكمان يبقى في حدود بينك وبينها في القعده. ما تبعبعيش بكل حاجه، ما تقوليش اسرار بيتك، ولا جابلي ولا ما جابليش، زعلانه منه مش زعلانه منه، ضاربني خانقني متخانقه معاه، اصلا معاه اصلا جاب اصلا ما جابش، ما تقوليش.